السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم ونهاركم مبروك وأيامكم يا ربي تكون كاملة مباركة. اليوم بحول الله وقوته غادي نشارك معكم الوصفات أو الأطباق اللي غادي نحضر الفطور ديال اليوم إن شاء الله. ودائما مع أطباق تكون سهلة في التحضير، في المتناول، اقتصادية، وكذلك ضروري خاصها تكون لذيذة، وبلي نحطوها في مائدة الإفطار تكون كتشهي وزوينة في التقديم. يلا نبداو على بركة الله في التحضير. وقبل ما نبداو كنتمنى انكم تشجعوني بلي لايك، هكذا نستمر في تقديم الفيديوهات. وكذلك بالنسبة للناس الغير مشتركة كنتمنى انها تنضم للقناة وتشترك وتفعل الجرس باش توصل بأي فيديو جديد حطيته. نبداو على بركة الله. وهادو هما الاطباق ان شاء الله اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله حتى الصلصه اللي كترافقهم. غادي نشارك معكم هاد الطبق هذا، وغنشارك معكم واحد الحاجه زوينه بزاف، وهي واحد الشوربه ديال الخضر كتجي لذيذه بزاف، ساهله في التحضير وخفيفه في مائده الافطار. ونبداو على بركه الله والصلاه والسلام على خير الانام. انا عاده فاش كنبدا بالشوربه هي الاولى. كنحتاجو 3 الحبات من الجزر، واحد القطعه من القرعه اللي كنديرو عاده في الكسكسو، 2 حبات ديال البطاطا والبصل. كنقطع البصل وكنحطها في الطنجره، كنزيد عليها زيت نباتي ماشي زيت الزيتون، والزبده ديال الاكل، وكنشحرها مزيان. هنا كيف شفتوا ما درتش الملح، ما ديروا حتى شي توابل، لا ملح لا حتى شي حاجه. شحروها غير مع الزبده. من بعد قطعت الخضر هكا مربعات وزدتهم على البصله، وغادي نشحرهم مزيان حتى يتنسموا ويعني ويشربوا ديك الريحه ديال الزبده. كتكون واحد الريحه كتطلع بلي كنكون كنطيب زوينه بزاف. كنغطيهم بالماء بلا ملح بلا اي توابل، وكنسد عليهم حتى كيطيبوا. هنا من بعد ما طابت الخضره عاد غادي نزيد الملح والقزبر يابس و2 مربعات ديال الجبن، وغادي نطحن مزيان. كتجي كريميه وكتجي لذيذه وصحيه وخفيفه في مائده الافطار. كنصحكم انكم تجربوها. اما بالنسبه للطبق الثاني فغنحتاجو بالنسبه لنا الفارين مي بلونش. الا ما كانش متوفره ديروا الفارين العاديه، الفورس العادي. وهنا نفس الكميه من الدقيق الكامل بالنخاله ديالو، يعني الا استعملتوا 200 غرام كتستعملوا 200 غرام من الدقيق الكامل. ضفت عليهم الزعتر يابس، الملح، زيت الزيتون، والخميره ديال العجن في كتاف شويه الماء دافي، وغادي نعجنهم بالماء دافي. وهنا العجينه خاصها تكون شويه يعني مجموعه، ما تكونش لينه. غنرشها بشويه الطحين ونخليها حتى تخمر. من بعد ما اختمرات وتضاعف الحجم ديالها غادي نفرغ منها الهواء ونحطها في طاوله العمل بالمساعده ديال شويه الدقيق. هنا غادي نقطعها غير باش تجيني سهله في الخدمه، يعني باش يجيني قطع صغيره. كنرش وغادي نحاول نطلق العجين بالدلاك بهذا الشكل اللي كيظهر قدامكم. فهي كتطلق بسهوله، يعني خصها تبقى شويه سميكه. وكنتقبها بهذه التقابه اللي كنديروا بها البيتزا او بالفرشيط. وكناخذ هاد على شكل القطاعات على شكل قلب. يعني هنا غنديروا واحد البيتزا مختلفه، الديكور ديالها على شكل قلب، يعني شي حاجه جديده مختلفه على العادي. صافي غنقطعهم كاملين. وبالنسبه لهذوك الجوانب فكنجمعهم حتى كيطوعوا وكنعاودوا نخدموا بهم. هنا خديت واحد المقلاة سخنتها مزيان ونقصت النار، وانا غادي نطيبوهم غير نص طيبه، يعني غير يبداو يصفاروا وما يبقاوش كيتلصقوا في المقله. كنحيدوهم ما نخليهمش تيطيبوا كاملين، لانهم لا طابوا وخداو اللون شويه بحال اللون يعني الطياب ديال البيتزا، راه غادي فاش نحطوا فوق منهم الصلصه ما غاديش تشد فيهم، فغير يتشمعوا غير شي شويه ونحيدوهم. يعني نبقاو واقفين حداهم ما كياخدوش بزاف. كيشتو غير كيتنفخوا كنقلبهم على الجهه الاخرى صافي وكنحيدهم.
ما تخليهمش يطيبوا. من بعد هنا درت الصلصه ديال الطماطم اللي كنديروا عاده في البيتزا، حطيتها فوق منهم. كيف شفتوا الشكل ديالهم جا زويون. غادي نزينهم بالفلفله الحلوه على هذا الشكل هذا، على شكل قليب. وراه كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم، واخا كيدخلوا الفران كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. صافي رشيت عليهم فخوماج والزيتون ودخلتهم الفران يطيبوا بحال الطياب ديال البيتزا، وهذا هو الشكل ديالهم، جاو رائعين. اما بالنسبه للوصفه الثالثه فغنحتاجو كاوكاو اللي محمر، غادي نطحنوه وغادي نزيد عليه الفاني، وهنا غنزيد عليه الكونفيتور ديال الفواكه. الكميه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. المهم خاصنا نحصلوا على واحد العقده اللي تكون معلكه، لينه ومعلكه. كنطحن ومن بعد ضفت مزهر، هنا كنضيفوا عيننا ميزاننا، وضفت حتى شويه الكونفيتور، وغادي نطحن حتى نحصل على هذا القوام. هذا هو القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه، تكون العقده لينه. من بعد خديت العجين المورق، راه كتباع في المحلات او توجدوها في الدار. انا كناخذها من المحلات، كتكون جاهزه، كتسهل الخدمه. من بعد هاد الجوانب اللي ما كنعاودوش نعجنوهم، نحتفظوا بهم هكاك حتى نطلقوهم بالمدلك. الا عجناهم ما كتبقاش مزيانه العجين المورق. من بعد فاش قطعته على هذا الشكل، هاد الدوائر كيف كيظهر قدامكم، كنحاول نضغط باطراف الاصابع، لان العجين المورق كتنتفخ في الطبخ. اللي كندخلوها الفران راه كتنتفخ. كنضغطوا وكناخذوا الحشوه اللي وجدت معكم، نشكلوها بهذه الطريقه ونحطوها في تقريبا في الثلثين ديال هذوك الدوائر، ونسد عليهم ونحاول نضغط بالاصبع ديالي. يعني ضروري تضغطوا باش تبقى محافظه على الشكل ديالها بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا هادو اشكال جداد زوينين، والتحضير ديالهم راه ساهل. من بعد كناخذ الطرف ديال هذوك الدوائر وكنبدا نلفو بهذه الطريقه. انا خدمت معكم هنا بشويه باش تجي الطريقه سهله وواضحه. صافي هنا الا بانت لنا شي بلاصه حلات كنضغطوا عليها شويه بالاطراف ديال الاصابع وكنسدوها. من بعد ما حصلنا على هذا الشكل كنبداو نقادو فيها على شكل وريضه، نحاولوا نحلوها ونقادوها على شكل وريضه. وهنا هذه اختياريه، الا بغيتو تزينوها تضغطوا بالاصابع باش تعطينا تماما هذوك التموجات اللي كيكونوا في الوردات. نضغطوا عليها بالاصابع كيجي سهله وكتعطي شكل زوين. وهذه هي الوريضه ديالنا. هنا فاش بغيتو تخدموا يعني قطعوا الدوائر كاملين، حطوهم فوق بعضهم وحطوا هذوك الحريبلات ولفوهم، كيوجدوا بسهوله. صافي هنا من بعد ما كملتهم راني شعلت الفران وخديت اصفر البيض، زدت عليه شويه الحليب ونقيطه الخل، وغادي ندهنهم غير بشويه باش ما يتغيرش لهم الشكل ديالهم. اما بالنسبه هنا هذه غير شويه سكر اختياري، الا بغيتوا اللون ديالهم يجي محمر، الا ما بغيتوش ما ديروش. الفران تشعلوه على نار عاليه، ومن بعد فاش ديروا فيه الوريدات نقصوا النار، خليوه نار مهيله حتى يطيبوا مزيان ويتحمروا وياخذوا هذا اللون هذا. اما بالنسبه للطبق الرابع فغادي ناخذ كيلو ديال البطاطا قطعته وغادي نحطوه يتسلق، وغادي نصفيوه. من بعد ما صفيناه غادي هو مازال سخون، غادي نحاولوا نمعسوه بهذا الشكل هذا، او نديروا ديك الطحانه ديال مطيشه. المهم خاص ما يكونوش فيه هذوك الحبيبات. غادي نديروا ليه التوابل على حسب الذوق، نديروا ليه الملحه، نديروا الكمون، الابزار، قزبر ومعدنوس على حسب الذوق ديالكم. وغنديروا 3 المعالق كبار ديال الدقيق و2 معالق كبار من النشا. زدت عليهم فروماج محكوك، وغادي نعجنهم مزيان حتى نحصل على هذا القوام. الا جاتكم خفيفه ممكن تزيدوا معلقه واحده اخرى ديال النشا.
هنا خديت هاد اللاطه هذه اللي كتكون ديال الفريت لان كتكون خفيفه. الا ما كانش طيبوها في شي لاطه اللي تكون خفيفه باش تجيكم محمره ومقرمشه. من بعد درتو انا في الجيب الحلواني وغادي نبدا نخرجهم بهذا الشكل هذا. الا يعني بلي تكونوا تخرجوها من الجيب الحلواني تحسوا بها شويه كشاده. الا كانت كتخرج بسهوله ففي الطياب غادي تنزل. زيدوا عليها معلقه ديال النشا باش تجيكم بهذا الشكل هذا. هنا لما كانش عندكم الجيب الحلواني ممكن ديروها الطريقه غير باليد وتلفوها حتى كتجي زوينه. صافي هنا شعلت الفران، النار من الاعلى والاسفل والحراره تكون عاليه، وكندخلوهم حتى يتحمروا ويتقرمشوا، ورشيتهم شويه الزيت باش يجي اللون ديالهم ذهبي. اما بالنسبه للصلصه اللي كترافقهم فخديت جبن طاري. خذوا اي جبن طاري وتنسموه بالشكل اللي بغيتو. هنا زدت عليه شويه الملحه، شويه الخل، ممكن تزيدوا عليه الخردل. هنا زدت عليه الزعتر يابس وخففته بشويه الحليب. كيف قلت لكم ممكن تنسموه حتى بالقزبر، حتى بالحباق، باي اعشاب منسمه. ضفت عليه هنا شويه الحار، الهريسه، عادي حسب الذوق. وصافي غادي نرافق بها الاصابع او البطاطا ديالنا. من بعد ما خرجت من الفرن جات زوينه وكتشهي. كان هذا هو الفطور ديال اليوم. ما بغيتش نخلي الفيديو طويل بزاف. شاركت معكم يعني اطباق عديده، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها لانها كتجي زوينه ولذيذه وسهله في التحضير واقتصاديه. هنا كذلك قدمت السلطه فهي مهمه في مائده الافطار. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.